إيه رأيك لما أقولك إن سر دخول الأكل الهندي لمصر كان البهارات؟ أصل من أكتر من 2000 سنة التجار كانوا بيجوا من الهند عن طريق البحر الأحمر، ينزلوا في المواني ومنها للقاهرة، وكانوا شايلين معاهم إيه الفلفل الأسود والقرنفل والقرفة والكمون، يعني بهارات ما كناش نعرفها من الأساس. لكن لما الإسلام دخل بقى الطريق بقى نشط أكتر، القاهرة بقت محطة لكل التجار اللي جايين من الهند، والبهارات الهندية اندمجت مع أكلنا واحدة واحدة. لكن مع العثمانيين العلاقات بين الشرق والغرب كبرت أكتر، والبهارات الهندية بقت جزء من مطابخ المنطقة كلها، يعني احتلونا. أما في القرن العشرين السفر للخليج والمطاعم الأجنبية اللي فتحت في القاهرة واسكندرية خلت الأكلات زي البرياني والباتر تشيكن تبقى مألوفة قوي عندنا. يعني من الآخر الأكل الهندي دخل حياتنا على إيد التجار زمان وكمل مع السفر والمطاعم لحد دلوقتي. المهم بقى لو بتحبوا الأكل حراق ومليان كده توابل يبقى تعملوا لايك، ولو بتحبوه بالملح والفلفل الأسود بس يبقى تعملوا كومنت، ولو عجبتكم الحكاية يبقى تعملوا سبسكرايب وتدوسوا في الاتنين.